انا عارفه ان انت عارفه مكونات البرازق ايه، او ممكن تاخدها من صندوق الوصف وخلاص. انا هقول لك في ثانيه كده بس الاخطاء ان انت ما تعملهاش، مش مهم تتفرجي على الفيديو. تمام. اول حاجه انت بتيجي تكوري العجينه، بتكورها في ايدك مش بتفرديها وتبططيها. تمام، كده احسن ليها. وبعد كده بتحطيها في المكسرات. تمام. بعد ما تحطيها في المكسرات بتجيبي الفرشه وتقومي حاطه عليها وتحطها في السمسم. وبلاش ان انتي تجيبيها وتقومي حطها في العسل وبعد كده تقومي مطلعه وحطها في السمسم. ليه؟ العسل كله منه، كل المكسرات في العسل. فالاحسن ليكي تعمليها بالطريقه الاولانيه الصح، اللي هو تحطي العسل وبعد كده تحطي السمسم عليها. هنقول المكونات بقى. خلاص، هتجيبي الزبده طالعه من التلاجة. تمام. وهنحطها معاها السكر. انا عامله كوبايه ونص للكيلو، هي مش هتبقى مسكره قوي، هتبقى مظبوطه جدا. واحط لك المقادير الكوبايات بالكوبايات، حاجات كميه بسيطه لو مش عايزه تعملي الكيلو. تمام. هربهم كلهم كده واضربهم. وبعد كده هحط الفانيليا وبرضه هربهم تاني، هضربهم كده. وبعد كده هحط بيضه، انا هحط بيضتين للكيلو. هحط بيضه الاولانيه، واول ما تتضرب هحط البيضة التانية، وبرضه هيتضرب جامد جدا وكويس قوي. ورشة ملح صغيرة برضه هتتضرب كويس جدا. وبعد كده هحط كوباية اللبن وبرضه هضربها تاني. وبعد كده هحط الدقيق بالتدريج، كوباية كوباية، لغاية ما يتجانس مع بعضه. وهحط البيكنج باودر كمان. وبعد كده هكورها زي ما عملت في اول الفيديو، هكورها. وبعد كده دي الصينية الاولانية كده عملتها السمسم وتحتها المكسرات بالطريقة اللي في أول الفيديو. تمام. وهنا العسل الأسود طبعا خففته بالمية، لأن أول ما عملته من غير مية يا جماعة بيشرب عسل كتير. وكمان الدايرة دي بيبقى لونها أسود، فلازم تزودي العسل مية عشان يديكي لون جميل وفاتح زي بتاعت الأفران بالظبط أو المحلات. تمام. حطيت المكسرات بالمنظر ده وبالفرشة وعملت بالمنظر دوت. وبعد كده هحط السمسم وهعمل كل الكمية بالمنظر ده. وطبعا كده غلط اما تحطي العسل كله، لان الكحكاية هتشرب كل العسل. تمام. وهتبقى كده مش حلوة خالص. الاحسن بالفرشة زي ما انا قلت في اول الفيديو. هعمل كل الكمية بالمنظر ده بأول حاجة عملتها في الفيديو. لما اخلص الصواني كلها اللي هعملها هتبقى بالمنظر الجميل ده. طبعا انا عملت سمسم يا جماعة، لو انت عايزة سمسم متحمص اعملي، بس انا عاملة سمسم مش متحمص. سمسم جايبه من عند العطار ابيض بالمنظر ده، عشان ما تيجي تتحمر في الفرن ما تبقاش لونها غامقة، انا عايزة لونها فاتح. وكل ما تسويها اكتر كل ما السمسم ده هيغمق عندك. حطيه في الفرن في الرف الاوسط وما تعليش عليه النار عشان بيتحمر بسرعة. تمام، على 180 درجة في الرف الاوسط. هيطلع لك بالمنظر الجميل ده. شوفي المكسرات تحت اهي والسمسم فوق، شوفي جميل ازاي وطعمه تحفة. جربوه وردوا عليا في الكومنتات. وشكرا لكم لمشاهدة الفيديو من اوله لاخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.